واللي بيصلي الفجر فهو بحصله من الله. فاحنا هي كارثه بالناشط رئيس الوزراء، رئيس الجمهوريه، بالناشطهم كل المسؤولين اللي يمحي عليهم ضميرهم يعملوه. كل المسؤولين، لان دي شوفوا كارثه. الكارثه اللي فيها 4 أسر اتدمروا، كانوا كافيين خدوا مشرروا، وكانوا متعففين وكانوا كرماء حلوين مع جيرانهم، ما فيش مشاكل مع حد، الناس كلنا بنحبنا واحنا بنحب الناس، ما فيش اي مشاكل الحمد لله مع اي حد. لو يوم ما طلعناش الجيران قالوا علينا ما طلعتوش ليه؟ احنا كذلك، احنا في ازمه، احنا لسه لحد دلوقتي في وقت. احنا في ازمه، احنا قاعدين ما احناش عارفين. اوضه كنت قاعده في مملكتي، بيت دلوقتي ولا اي حاجه، قمنا لقينا البيت كل تراب. واحد توي 4 في اوضه، 4 في اوضه واحده، بينا كوم تراب، قاعدين لا حول لنا ولا قوه، لا حول لنا ولا قوه. وقاعد انا بصحى كل يوم على كابوس، كل يوم على الواقع بصحى عليه وبنام عليه، قدامي تاريخ، قدامي كده بشوفه وانا صاحي. عوض عند الله، وربنا هو اللي هيعوض علينا يا رب. ان احنا نرجع تاني زي ما كنا، يبقى لنا بيت، يبقى لنا مكن. 4 عائلات قاعدين عند الناس، يعني بنطالب. كان عندنا بيت انتوا حضراتكم شايفينه اهو، بقى كون تراب. واللي انتوا يعني كله كان عايش في امان الله، وكنا عايشين باللي بتاعته ربنا، اللي بيشتغل على توك توك، واللي شغال في مطعم، واللي شغال بعقد ظهورات في الميه. يعني الحياه كانت بنقولها ماشيه، بتدمره. وبنناشد رئيس الجمهوريه وبنناشد كل المسؤولين ان هم يقفوا جنب ال4 اسر دول اللي ما بقاش لهم اي دخل نهائي، وبقوا معدومين، وبقوا متشردين عند كل واحد شويه. ان هو يعني سياده المحافظ يتولاهم اجراءات يعني يسهلوها للناس. الناس مش عارفه تطلع اوراق، مش عارفه تطلع تساريح، مش عارفه تطلع اي ورق. يساعد معانا في البيت اللي اتدمر بقى كوم تراب.